فنانة ناجحة مثل أحلام، وفنانة كما ذكرى لأن أول من اقتحم هذه السوق الخليجية من الأصوات غير الخليجية. بالعكس أنا ما الصحافة مسؤولة وقتها. أنا ما في أي توتر بيني وبينها، بالعكس إحنا لما طلعنا في كذا حفلة إحنا كنا نغني مع بعض. صحيح. بالعكس ما في أي توتر، بس أنت تعرف الإعلام إحنا جزء منه يعني أنا اليوم وجودي ابغى ارد عليك رد مباشر. انا مو انا جايه تونس اغني، في واحد من الاعلاميين طلع قال احلام بنتي تغني نكايه في فنانه ثانيه غنت. طيب ما انا مغنيه قبلها، هي بتغني عندها جمهور، عندها قاعده جماهيريه، وانا فنانه عندي جمهور وعندي قاعده جماهيريه. انا جايه اسمع صوتي، اسمع محبتي للجمهور التونسي. وتمتعين هذا الجمهور. بالعكس على فكره انا الوحيده اللي اعتمرت اللي الله يرحمها ذكرها 2015 كان هذا لما توفت. انا الوحيده اللي رحت واخذت لها عمره لاني احبها. اقرب اغانيها يعني ما محتاج اني اقول، يعني كل العالم يعرفون هذا الكلام. بعدين هي فنانه توفت من زمان الله يرحمها، وما زالت عايشه بيننا في باغانيها، والشعراء والملحنين اللي اشتغلوا لنا. بالعكس وفي فنانين لليوم انغام مطربه مصريه غنت بالخليجي وانا في كل حفله احضر لانغام. اصاله مطربه غنت خليجي، انا حفلتها الاخيره حضرت، وتعرف سعيد هالكلام. يعني كثير فنانين المتابعين يعرفون اني انا احضر كل الفنانين وادعم كل الفنانين واحب كل الفنانين.